أبخل فنانة في السينما المصرية، وكمان لما توفت اتدفنت هي وأموالها. الفنانة الأكثر بخلا في تاريخ السينما المصرية، وكانت بخيلة حتى وهي ميتة، واتدفنت هي وثروتها تحت الأرض. وطبعا حضرتك عايز تعرف مين هي الفنانة وإيه قصتها. هي الفنانة ثريا فخري من مواليد 1905، واشتهرت بنوعية معينة من الأدوار وهي أدوار الداد، وبصراحة كانت بتتقن دورها وحصدت شهرة واسعة رغم إنها مش مصرية. موطنها الأصلي هي لبنان، وتحديدا مواليد مدينة زحل، وكان وقتها والدها بينتمي للجماعات الصهيونية في لبنان. وأول لما انكشف أمره اضطر اللي هو يهرب هو وأسرته إلى الإسكندرية. وكانت وقتها ثريا تبلغ من العمر حوالي 25 عام، وكانت وقتها ثريا ما بتملكش غير الشهادة الابتدائية، ولكن وقتها كان في فنانين كتير يهود في المجال الفني اللي ساعدوها بقوة الدخول في عالم الفن. خصوصا وقتها كانت الفنانة ثريا كانت بتمتلك موهبة تقليد الأصوات، وأول عمل ليها كان على المسرح مع الفنان الكبير علي القصار. بدأت بدور الأم، وبعد كده حصروا أدوارها كلها في دور الداد. وبعد ما تركت المسرح اتجهت إلى شاشة السينما عام 1939، وكان أول أفلامها فيلم العزيز. وبعد كده انطلقت في مسيرتها الفنية وانهالت عليها الأدوار. والفنانة ثريا اتجوزت 3 مرات، وكان أول زوج ليها محمد توفيق، واتجوزته وقتها علشان تتجسس على أموال وثروات الفنانين. وبعد انفصالها عنه اتجوزت للمرة الثانية من نبيل الدسوقي. أما بقى زواجها الثالث والأخير كان من الفنان فؤاد فهيم، واستمر زواجهم حوالي 7 سنين، وبعد كده توفى وساب لها أموال طائلة. وكانت للأسف بتستغل كل الأموال الطائلة دي في تمويل المنظمات الصهيونية وقتها. أما بقى في آخر أيامها باعت كل ممتلكاتها وسافرت إلى دولة إسرائيل، وعاشت هناك عيشة الملوك، وقعدت في قصر كبير لوحدها. والمثير للدهشة إنها دفنت كل أموالها وممتلكاتها في حديقة القصر. وطبعا أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وفي ظروف غامضة حصل انفجار شديد جدا داخل القصر، والأمر ده كشف اللي هي كانت بتخفي متفجرات المنظمات الصهيونية داخل منزلها. وبعد الانفجار الشديد اختفت جثتها تحت الأنقاض ولم يتم العثور عليها، وكانت نهايتها تحت الأرض هي وأموالها. وبكده بتكون خلصت قصة الفنانة ثريا، ويا ريت حضراتكم تدعمونا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.